قضية من القضايا التي هزت المجتمع الصعيدي عن بكرة أبيه. قصة جريمة حقيقية حدثت في محافظة أسوان، وبدأت أحداثها في عام 2021 واستمرت حتى نهاية العام نفسه. جمال، رجل في 50 من العمر، يسكن في محافظة أسوان بجمهورية مصر العربية. كان متزوجاً ولديه 2 من الأولاد من زوجته، وكان يعيش بين إخوته في شقة صغيرة، ويعمل غفيراً نظامياً في إحدى المدارس بإحدى القرى التابعة لمدينة أسوان. وكانت الأمور تسير على ما يرام، ولكننا نعرف أن مشاكل السلايف لا تنتهي، فحدثت بعض المشاكل واحدة تلو الأخرى. وفي لحظة تهور تعدى جمال على زوجته وطلقها، وافترق كل منهما عن الآخر. كان عمر جمال في تلك الفترة نحو 52 عاما، أي إنه لا يزال في مرحلة الشباب. فقال له الجميع: طالما أنك قد طلقت فتزوج امرأة تعينك على أمورك وترعى رغباتك. بدأ جمال البحث حتى تعرف على نصرة، وكانت نصرة قد تجاوزت 27 من عمرها. وكما نعلم فإن الفتاة في القرى إذا تجاوزت سنا معينة يقول الناس إن قطار الزواج قد فاتها، فلذلك عندما تقدم لها جمال وافقت فورا. عاشت حياتها مع زوجها ببساطة، فكان الرجل وبالرغم من وظيفته المتواضعة ومرتبه القليل لا يبخل عليها بشيء. كان زوجا طيبا ومخلصا بدرجة كبيرة، يهتم بزوجته ويعلم أنها صغيرة في العمر وتحتاج إلى معاملة خاصة، لذلك كان يعاملها معاملة طيبة وفي الوقت نفسه حازمة. مرت 3 أو 4 سنوات وبدأت المشاكل من جديد، وهذه المرة بين نصر وسليفاتها زوجات إخوة جمال، فأقنعته بأن يشتري لها منزلا خاصا بعيدا عنهم، وقالت له إنها لم تعد تتحمل تلك المشاكل في البيت، وأنها تريد الابتعاد حتى لا تتأثر حياتهما حتى لو سكن في غرفة واحدة. قالت: لا أريد أن أعيش مع هؤلاء النساء. استمرت في الإلحاح عليه حتى وافق واشترى لها منزلا خارج بيت أهله. بعدها بدأ الزوج يذهب إلى عمله بشكل يومي، وكونه غفيرا نظاميا فإنه يذهب بعد العصر ولا يعود إلا في صباح اليوم التالي. في هذا الوقت كانت نصرة تأخذ الأولاد وتذهب إلى بيت أخيها محمد الذي كان يملك سيارتين نصف نقل ويشغل عليهما سائقين. ومن بين هؤلاء السائقين كان هناك شاب يدعى ماهر. في البداية التقت بماهر وسلمت عليه وتبادلا بعض الكلمات دون أن يحدث شيء يذكر. كان ماهر يعمل منذ فترة عند شقيق نصرة، ولكن سلوكه لم يكن طبيعيا، فقد كانت له علاقات نسائية كثيرة. ومع تكرار زيارتها لبيت أخيها وتكرار رؤيتها لماهر بدأ تبادل نظرات الإعجاب، ولكن من بعيد دون أن يصرح لبعضهما بشيء. لكن المفاجأة كانت في أحد أيام المواسم، وكان الوقت شتاء والبرد قارصا، فلم يكن من الممكن أن يركب الأولاد في الصندوق الخلفي. فركبت نصرة مع أولادها ال3 في كابينة السائق وجلست بجانب ماهر، وبدأت تشتكي له من الظروف التي تعيشها، وأظهرت نفسها بأنها مظلومة وأنها من تتحمل كل شيء وأنها الصابرة المضطهدة. وبالمثل بدأ السائق يشتكي لها هو أيضا من ظروفه، وكنا نعلم أنهما كليهما كاذبان. ثم بدأت المكالمات تأخذ مسارا آخر، أصبحت ساخنة وتطورت العلاقة بينهما على الهاتف حتى لم يعودا يستطيعان الاستغناء عن بعضهما. وكان السن متقاربا، فهي تبلغ من العمر 27 عاما
وهو نحو 28 عاماً. في هذه الفترة كان الزوج يعمل ليل نهار كغفير، يقبل أي عمل كي يسدد إيجار البيت. أما السائق فكان الهاتف لا يفارق أذنه طوال اليوم، إما في الموقف أو أثناء توصيل أحد الركاب، يجري المكالمات مع نصرة دون انقطاع. وفي نهاية الأمر سحبت نصرة قدميه إليها، واتفق على أن يعاشرها في بيت الزوج مرة فاثنتين فثلاث مرات. وشعرت نصرة بالفارق بين العشيق والزوج، فالزوج في 56 من العمر وقد بدأ يفقد قدراته، أما العشيق فكان يفيض شبابا وطاقة. فقالت له: أنا لم أعد أستطيع الاستغناء عنك، أريدك كل يوم. فقال لها: كيف؟ فقالت: لا تشغل بالك، واكتفي بلبس النقاب وتعال إلى البيت. وبالفعل لبس ماهر النقاب وأعطى سيارته لسائق آخر، وإذا اتصل أخوها محمد قال له: أنا مريض وقد أعطيت السيارة لفلان. وبدأ يعيش مع نصرة فيه نحو 10 أيام. أما الزوج، اتصلت نصرة به وقالت أن الوضع خطير جدا. صديقتها زوجها ضربها، أهانها، وهي لا تريد الذهاب إلى أهلها، بل تريد عمل محضر. فقال لها الزوج: لا مشكلة، نقوم بالخير في الدنيا. ثم سألها: ماذا تريدين للغداء؟ قالت: دجاجا مشويا. فذهب جمال واشترى الدجاج والفواكه وعاد إلى البيت. حاول أن يتحدث معها، لكنها قالت: صديقتي لا تتحدث إلى الرجال. بدأ يشعر أن البيت ليس كما كان، ومر أسبوع. رغب في معاشرة زوجته، لكنه شعر بالرفض. فقال لها: ألست أنت من أحضرت صديقتك؟ أتمنعينني من حقي؟ هددها: إن لم تأتي إليه سيطرد صديقتها. قال: أنا صاحب البيت. احتارت نصرة بين العشيق الذي معها ليل نهار وبين زوجها الحلال، فقررت أن ترضي الزوج، وخططت خطة حبيثة. سهرت مع العشيق، أعطته حقه، ثم أغلقت الباب عليه، وصعدت إلى زوجها. مارست العلاقة معه. سر الزوج، وبعد أسبوع من الحرمان أراد أن يعيد العلاقة، لكن العشيق شعر بشيء فصاح عليها. وفي يوم خرج الزوج لشراء شيء، فانهال العشيق على نصرة ضربا شديدا وقال لها: لو رأيتك معه مرة أخرى ستندمين على كل شيء. نصرة الآن أصبحت لا تدري ماذا تفعل. الزوجة الخائنة في حيرة، تحاول التودد إلى العشيق ليسمح لها فقط بمعاشرة زوجها، لكنه كان رافضا تماما. هنا فار الزوج، غضب بشدة، صرخ فيها، فقالت له: اخفض صوتك، ستفضحني أمامها. قال لها: لقد تعبت، هي متزوجة مثلك، تفهم. كيف تأخذك مني أسبوعا؟ ألا تفهمين؟ تزوجتك على سنة الله ورسوله، ولي حقوق زوجية، وأنت تمنعينني منها. العشيق بدأ يغضب بدوره. قال لها: تصرفي، إما تحل المشكلة أو أتدخل أنا. قالت له: لا أعرف كيف أتصرف. فكر العشيق، قرر أن يتخلص من الزوج نهائيا، ولم يكن يقصد أن يطلقها، بل أن ينهي حياته. طلب منها أن تشتري له حبوبا منومة. ذهبت إلى الصيدلية، أحضرت الحبوب، وضعتها في الشاي. أوهمت الزوج أنها تريد معاشرته. شرب الشاي، نام كجذع شجرة. قالت للعشيق: لقد نام كأنه خشبة. دخل العشيق ومعه فوطة، خنقاه معا حتى مات. جلسا يفكران في التخلص من الجثة، وأثناء التفكير مارس العلاقة فوق الجثة. نعم، فوق الجثة. في الليل
نقلوا الجثة إلى سيارة شقيقها. ذهبوا بها إلى المدرسة الجديدة. فتحوا باب غرفة الأمن ووضعوا الجثة داخلها، وهم يظنون أن كل شيء انتهى. لكن في الصباح المعلمون يطرقون الباب. لا أحد يرد. نظروا من فتحة الباب، وجدوه نائما. كسروا الباب، وجدوه ميتا. هرج مرج. الشرطة حضرت فورا. قال الطبيب: هناك شبهة جنائية. شرحت الجثة. السبب: اختناق. من القاتل؟ لا أحد يعرف، لكن كاميرات المراقبة كشفت الحقيقة. سيارة نصف نقل توقفت أمام المدرسة. رأوا سيارة محمد وفيها ماهر، ورأوا شيئا في الصندوق الخلفي. تم القبض على الزوجة. اعترفت بكل شيء. ماهر أنكر، لكن بعد تفريغ الكاميرات سيدة منقبة دخلت البيت، لم تخرج إلا بعد 10 أيام. ماهر اعترف، نصرة اعترفت. حكم عليهما بالإعدام. نهاية مأساوية لخيارات خاطئة وشهوة قاتلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.